أنا في الفيديو ده مش هكلمك عن فضائل ومميزات التعدد، لأن أغلب الرجال إما معدد في العلن أو معدد في السر، أو يتمنى التعدد ولكنه مش قادر، أو مصادق امرأة في الحرام والعياذ بالله، أو مشغول عن التعدد إما بتركيز في التعليم أو في العمل إلى غير ذلك. لكن أنا هقول لك، أنت ترى حملة أعداء الإسلام من الداخل والخارج على اللحية، على النقاب، على التعدد، على الختان، فلا تكن عونا لهم على ذلك يا أخي. لا تجعلنا نبرر، نقول فرق بين السلفي والسلفية، بين السني والسنة، بين اللحية والملتحي، بين النقاب والمنتقبة إلى غير ذلك. لا تكن عونا لهم على ما يفعلون، لا تكن حملا على الإسلام يا أخي. السؤال الذي لا بد أن تسأله لنفسك بصدق: لماذا تريد التعدد؟ لشهوة؟ لا تفعل، لأنك هتتعب نفسك وهتتعبهم معك. تريد التعدد تجربة؟ بنات المسلمين ليسوا للتجربة، فاتق الله في بنات المسلمين. تريد التعدد تقليدا؟ ما يصلح لغيرك لا يصلح لك، بل قد يكون فيه هلاكك. تريد التعدد إغاظة للأولى؟ لن يبارك الله عز وجل لك، لأن بيت أول لبنة فيه بنيت على إدخال الهم والحزن على مسلم لن يبارك الله فيه، وستشعر هذه الثانية أنها مجرد كبري لإغاظة الأولى. تريد التعدد لإعفاف نفسك وإعفاف هذه المرأة وبناء بيت مسلم؟ فافعل يا عبد الله. لكل شيء مؤهلات معينة، فقد تصلح إماما للمسجد لكن لا تصلح معددا. فلا بد في المعدد أن يكون تقيا لله، صبورا حكيما عاقلا، يحتوي من أمامه، يمتص غضب من أمامه، لا يتعامل مع الأمور بندية. النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في الزواج من الأولى: فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فكيف بالثانية؟ فلا بد أن يكون عنده القدرة المالية والقدرة البدنية، لا بد أن يكون عنده عقل يتسع لامرأتين، قلب يتسع لامرأتين، تفكير وأفق يتسع لامرأتين. فإذا عزمت على ذلك فتوكل على الله، لكن لا بد من الاستخارة والاستشارة، ولا بد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى واللجوء إلى الله والاعتصام بالله. ليس سهلا أبدا أن تسيطر على قلبين أو على عقلين إلا بتأييد وتوفيق من الله تبارك وتعالى. فإذا فعلتها فلا تخبر الأولى ثم أخبرها بعد ذلك. ليس الناس الذين يخبرونها ثم امتص غضبها واصبر عليها واحتويها، فإذا طلبت منك طلاق الثانية فلا تفعل، وكن رجلا وواجه بحزم وبرفق. احرص على خصوصيات كل بيت، فلا تنقل أسرار هذه إلى هذه، ولا تمدح هذه أمام هذه، ولا تذم هذه أمام هذه، ولا تقارن زوجة بأخرى، فكل إنسان منا له إمكانيات. ولا تسمح لا بالظلم ولا بالسب ولا بالشتم ولا بالغيبة. الغيرة مسموح بها، لكن التجاوز خط أحمر. أخيرا، احذر أن تبني بيتك الثاني أو الثالث على أنقاض بيتك الأول. فإذا وصلت إلى نهاية الفيديو وأنت ما زلت على قيد الحياة فلا تنسني بدعوة من ظهر الغيب، فإن مت فأحتسبك عند الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.